هل تعلم أن جنودا مصريين قاتلوا في قلب المكسيك قبل أكثر من 160 سنة؟ مشهد غريب لكنه حقيقي. في عام 1863 أرسل سعيد باشا حاكم مصر ورطة مكونة من 453 جنديا مصريا وسودانيا إلى المكسيك بطلب من الإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث. الهدف: دعم الإمبراطور ماكسيميليان في حربه ضد الثوار المكسيكيين. وصلت الأرطة إلى ميناء فيراكروز، وخاضت 48 معركة خلال 4 سنوات، ولم تهزم في أي منها. الجنود المصريون أذهلوا القادة الفرنسيين بشجاعتهم، حتى قيل عنهم: لما أرى قتالا بهذه الحماسة والصمت كانوا كالأسود. عاد من الأرطة 313 جنديا فقط، بعد أن فقدوا زملائهم بسبب المعارك والحمى الصفراء. قصة نادرة من التاريخ تظهر كيف وصل المصريين